السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حصة جديدة من كورس تأسيس الرياضيات من الصفر حتى الاحتراف. وفي درس النهاردة يا طلابي الأعزاء هناخد درس جديد وبإذن الله هيكون سلس وبسيط. هناخد القسمة المطولة، شرح بسيط وسهل عشان تقدر تفهم عملية القسمة، لأنها تتنيها معاك لحد ما تكبر وتدخل الجامعة كمان. هناخد ايه النهاردة في عملية القسمة المطولة يا جماعة؟ هناخد شرح بسيط وسهل، أمثلة هتخليك محترف في عملية القسمة إن شاء الله. هناخد النهاردة درس وهو القسمة المطولة، أمثلة ستجعلك مبدع في عملية القسمة. عملية القسمة بتتم بخطوات. أول حاجة هي خطوات عملية القسمة، خطوات عملية القسمة المطولة. أول حاجة بقسم، أول خطوة من خطوات عملية القسمة هي أقسم. تاني خطوة اضرب. ثالث خطوة اطرح. 4 بنزل عدد أو رقم. معايا يا طلابي؟ مثلا درس سهل وبسيط إن شاء الله. انت لو انت حافظ جدول الضرب في امثله، مثلا لما اجي اقول لك 15 على 3، ده اي طالب بقى حافظ جدول الضرب هيقوم يجيب على طول الا اضربه في التلاتة يديني 15. 5. اما اجي اقول 3 في 1 ب3، 3 في 2 ب6، 3 في 3 ب9، 3 في 4 ب12، 3 في كام يديني 15؟ 3 في 5. يبقى اذا 15 على 3 بيساوي 5. مثلا 20 ده اسم على رقم 1. 20 على معذرة مثلا 20 على 4. شاطر 5. دي اللي اضربه في ال4 يديني 20. كذلك 30 على 30. معذرة 30 على 5 يديني كام؟ الشاطر اللي هيقول على طول 6. ممتاز. طب تعال بقى هنا، عدد مكون من 3 أرقام 430 على 5، يعني 430 تقسيم 5. 430 دي يا طلاب لو امسك ايه قلم وورقة واكتب معايا، 430 دي بنسميها مقسوم. الخمسة دي بنسميها مقسوم عليه. انا عايز تخلي ابنك او بنتك محترف في عملية القسمة. هنا المقسوم 3 أرقام والمقسوم عليه رقم، بناخد رقم قصاد رقم. 4 على 5 تنفع؟ ما تنفعش. يبقى إذا باخد رقم قصاد رقم، يبقى كده هناخد رقمين. 43 على 5 أو تنفع. 43 فيها كام؟ 5. شاطر ده لو حافظ جدول ضرب 5. 5 في 1 ب5، 5 في 2 ب10، 5 في 3 ب15، 5 في 4 ب20، 5 في 5 ب25، 5 في 6 ب30، 5 في 7 ب35، 5 في 8 ب40. كده وصلنا لل43. فيها كام 5؟ فيها 8. 8 في 5 دي أول عملية اهو. بقسم 43 على 5 يديني 8. هنقوم تاني خطوة من عملية القسمة ايه؟ الضرب. 8 في 5 ب40. تالت خطوة يا طلاب بطرح. 3 ناقص 0 3، 4 ناقص 4 0.
الخطوة التالتة اسمها ايه والرابعة اسمها ايه؟ هنزل رقم وهو الصفر. 30. هاجي اقسم 30 على 5. اقول له حافظ الجدول لسه عاملينها تحت اهي ب6، يبقى 6 في 5. تاني خطوة ضرب 6 في 5 ب30. وكده الاسم عملية الاسم صفرت كده. اذا الناتج بتاعنا صحيح. اذا 430 على 5 بيساوي 86. يا رب يكون مثال سهل وبسيط وقدرتوا تفهموه. ما تنساش تدعمنا بعمل لايك للفيديو وعمل اشتراك للقناة وفعل زر الجرس لكي تكون محترف في مادة الرياضيات ان شاء الله، وكل حاجة معانا هتكون سهلة وبسيطة ان شاء الله. نيجي لمثال تاني. 432 على 5. دي مثال قريب من المثال اللي فات. 432 على 5 عشان بس ما اكتب براحتي. 4 على 5 ما تنفعش. تمام. هناخد 43 على 5 دي زي ما احنا لسه حلينها. فالتمانية 8 في 5 ب40. هنطرح 3 ناقص 0 3. 4 ناقص 4 0. هنزل ايه رقم 32 على 5 فكام؟ 5 فيها كام؟ 32 فيها كام؟ 5 فيها 6. 6 في 5 ب30. اطرح 2 ناقص 0 2. 3 ناقص 3 0. تعال بقى هنا نبص يا طلاب. 2 على 5 هتنفع؟ ما تنفعش. طب قدامي ايه؟ هعمل ايه؟ ما تنفعش. هحجز هنا بعلامة عشرية. هنا علامة عشرية وانزل واحجز الخانة دي بصفر. انزل صفر. نقسم بقى هنا 20 على 5 فال4. 4 في 5 ب20. كده عملية القسمة صفرت. اذا 432 على 5 يساوي 86.4. تمام. تمام. يا رب تكونوا فاهمين ومبسوطين ان شاء الله. كل تقعد مع ابنها كده وتديله مثال. الحاجة اللي تقف قدامها تبعتلي وان شاء الله نحلها سوا، او كل ولي امر. ربنا يعين جميع ابائنا وامهاتنا ان شاء الله ويوفق طلابنا يا رب. تعال ناخد مثال كمان. 348 على 3. 348 على 3. هناخد هنا عدد على عدد. 3 على 3 فهل 1. 1 في 3 ب3. اذا انت على طول تحل على طول. هنطرح 3 ناقص 3 0. هننزل 4 على 3 تنفع. 4 على 3 4 فيها كام؟ 3 فيها 3 1. اذا 4 على 3 فهل 1. 1 في 3 ب3. 4 ناقص 3 1. 1 على 3 ما ينفعش. حاجز انا هنا خانة وهي هنزل الرقم اللي هي الخطوة الرابعة من عملية القسمة. هنزل 8 زي ما هي 18. اذا هنقسم تاني 18 على 3 ف6. 6 في 3 ب18. كده اهي عملية سهلة وبسيطة. عملية القسمة في ناس تعقدك في عملية القسمة، لكن ان شاء الله معانا هتكون محترف في مادة الرياضيات. 8 ناقص 8 0. 1 ناقص 1 0. يبقى اذا كده 348 على 3 بيساوي 116 وهو الناتج النهائي. 348 ده فكركم بنسميها المقسوم. التلاتة دي بنسميها المقسوم عليه. مثال جديد اهوت. 176 على 16.
عدد مكون من 3 أرقام على عدد مكون من رقمين. بص، يفضل ان لما يكون عندك مقسوم عليه رقمين ابدأ برقمين من المقسوم. يعني هنا 16 وهنا ابدأ ب17. 17 على 16، 17 فيها كام؟ 16 فيها واحدة. اقول لك على حاجة، كان ليا مدرس ربنا يديله الصحة يفهمنا عملية القسمة دي بطريقة سهلة وبسيطة ان شاء الله تفهمها معانا. مثلا عايز اقسم 17 على 16، وهتفيدك في عملية القسمة جدا في اي عدد مكون. 17 تنفع على 16 فجاي لها جدول ضرب؟ لا، هم منزل رقم من 17. ال 17 اللي قبل ال 17 16. 16 تقبل على 16 واحد، والباقي كام؟ واحد. لما اضرب الواحد في 16 في 16 يتبقى ال 17 واحد. طريقة سهلة وبسيطة والله جدا. يبقى هنا 17 على 16، هنا هاخد واحد، هضرب واحد في 16 ب16. طبعا الستة واحد ماينس صفر. الواحد على 16 ما تنفعش، هنزل الرقم اللي هي الخطوة الرابعة من عملية القسمة 16. 16 على 16 فيها الواحد، واحد في 16 ب16. وكده الناتج بتاعنا صح. كده عملية القسمة صفرت، يبقى الناتج بتاعنا صح. إذا 176 على 16 يساوي 11. يا رب تكونوا فاهمين، وان شاء الله يا رب اللي واقف قدامه حاجة والله انا ما هتأخر عن حد في حاجة، ابعت لي في الكومنت وهنزل لك الجروب بتاعنا على الفيسبوك عشان تعمل اشتراك ليه والصفحة بتاعه وتعمل متابعة. خش كلمني على الماسنجر في اي سؤال واي حاجة، وان شاء الله يفيد الجميع يا رب. كده ان شاء الله تكون حصتنا خلصت. هعديكوا برضو حصص تانية فيها هنحل امثلة مع بعض، امثلة كتير. بس انا عايزك هتيجي نراجع على الحصة بتاعت النهاردة، وهي متضمنة في الخطوات دي خطوات عملية القسمة. اول حاجة بقسم، اول خطوة من عملية القسمة بقسم. تاني خطوة بضرب. تالت خطوة بطرح. رابع خطوة بنزل العدد اللي باقي او الرقم. خليك مجتهد وحاول تحل كل يوم، مش هقولك حتى لو مثال واحد عشان دماغك يتنشط، وان شاء الله تكون محترف في عملية القسمة ومفيش مسألة تقف قدامك. واللي يقف قدامه يا جماعة اي حاجة يبعت لي على صفحتي، يبعت لي في الكومنتات وانا هرد عليه. وان شاء الله يا رب ربنا يوفق الجميع يا رب. وما تنساش تعمل لنا اشتراك في القناة عشان يظهر لك كل ما هو جديد. يعني انا عايزك دلوقتي هقول لك ازاي تعمل اشتراك في القناة بتاعتي. هاخد بس لينك فيديو من عنده اهوت. اول لما تفتح اي فيديو عندي على القناة هيظهر لك كده. هيظهر لك هنا يا جماعة، لازم تضغط هنا عشان تفعل زر الجرس. اعمل الكل عشان اضغط هنا الكل عشان يوصل لك اي فيديو هننزله على القناة. وتضغط هنا هتلاقي كلمة اشتراك، اضغط عليها يظهر لك تم الاشتراك. تمام، انا هظهر لك بدل دم الاشتراك دي اشتراك. اضغط عليها ما تنساش، واعمل لايك للفيديو عشان يوصل لك كل ما هو جديد، واعمل مشاركة للفيديو عشان تفيد اي حد، وربنا يكتب الخير للجميع يا رب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا
اللهم صل وسلم على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبكده إن شاء الله نكون هننهي درسنا النهاردة، واستنونا في حصة جديدة من حصص كورس تأسيس الرياضيات من الصفر حتى الاحتراف. وبإذن الله هنبدأ في سلسلة دروس ابتدائي. اللي عايز أي صف يكتب لنا في كومنت، وهنبدأ إن شاء الله هنبدأ ننزل بالترتيب من أولى ابتدائي لستة ابتدائي وكذلك المرحلة الإعدادية. استنونا في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صل على حبيبك النبي، وما تنساش تدعمنا بلايك وعمل اشتراك للقناة وفعل زر الجرس كي يصل إليك كل ما هو جديد، وشكرا. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.